خد مكاني وانه قلبك ده عشاني وانه غيري خد مكاني واني تحفة ده عشاني. الله الله الله. ليه تجرحني بكلام؟ طب ما تقول من سكان. الله. وهادي في خاطر تحفة. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك ابا جورج. دراري زوينين والله صافي كون بليزير خويا. الله يحفظك بارك الله فيك. فين غندير لك التقديم نقول لهم لا كابانا صاحبي وكي دايرين جيت للكابان ديال سي جوكر. منين كدير لي لايف هنا يا سلام. الكوان نعم سيدي. الكوان جميل. لا جميل وهدوء تام من هنا القنابل. والله الا تبارك الله. من هنا كدير الوقت الثالث. وقال لك النقطة الثالثة. النقطة الثالثة. وقال لك اسيدي سرق الزيت فيها وفيها فين هاد البلاصة هادي؟ قال لي فيها سرق الزيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكاجي عندنا يا سيدي عندي يا ولد مرمقوها معاك بالسرفيقة. تحية لميطة وتحية للجميع لاله جميلة دو باغي. تحية لاله ديجا دو باغي دو فرانس ديجا دو فرانس. تحية للجمال. تحية للحسنية. تحية للجميع. كنقول لكم راني خديت لكم حقكم. والقع راه تكونوا دابا بنات تحت الفيديو تكونوا شفتوا الفيديو في القناه ديال اخت تحفه وبتخليو لنا التعليق تقول لنا اش بان لكم في الفيديو المفاجاه اللي دات من الباري. الله يحفظكم. الله كابان تحياتي. الله يحفظك. خبرناكم قبل قليل توضعت شكاية رسمية اليوم عن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية دو نونتين هنا بباريس ضد يوسف الزروالي لفائدة محمد تحفة ولفائدة الأستاذ زهراش. ضمنها عن طريق المكتب اللي اختاريته بالنسبة لي كمحل مخابرة وفي نفس الوقت كدفاع ديالي في القضية ديالي شخصيا في مواجهة هذا الشخص هذا اللي أساء إلي وقام بالتهجم عليا وقال كلام اللي ما عنده لا ساس لا راس. وكذلك في حق الاخ محمد تحفه صاحب قناه تحفه شو اللي كتنشط في المجال ديال اليوتيوب من الاراضي ديال الولايات المتحده الامريكيه واللي تهمنا بواحد الافعال ما عندها لا ساس لا راس وانه هذيك الافعال كيجرمها القانون. فعززنا الشكايه ديالنا بالمحاضر المعينه بلي فيديو بالتصريحات ديال سميتو بواحد الجواب ديال السيد وكيل الملك ديال المحكمه الابتدائيه بكناس اللي تيأكد على ان هذا السيد مبحوث عليه من طرف الامن المغربي وانه الان هو يتواجد في فرنسا ماشي من اجل شي نشاط حقوقي او ثقافي او سياسي او شيء من هذا القبيل، بل هو جا هربان من العداله المغربيه. والدليل هو انه احنا الاسابيع القليله المقبله كذلك سنعمل على تسجيل العديد من الشكايات اللي كتتعلق اولا بالسيده سعاد اورغانزا والزوج ديالها الكريم سي نبيل وما ما قام به في حق هاد الناس هادو بواحد الامور اللي يندى لها الجبين واللي هي مجرمه اخلاقيا ودينيا وسياسيا. نفس الشيء بالنسبه للسيده جميله والزوج والمرحوم ديالها وكذلك ذوي الحقوق ديال هذا المرحوم. اضيف الى ذلك ان
هنالك اليوم شكاية في مواجهته بالاتجار في البشر أمام السيد وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اللي كنشكروه بالمناسبة على العناية اللي خص بها السيدة اللي كنبوا عليها، والحماية اللي أعطاها لها وفقا لما تقتضيه الاتفاقية المتعلقة بجرائم ديال الاتجار في البشر. نأمل أن الضابطة القضائية مشكورة في هذا الإطار. بغيت نشكرها الضابطة القضائية ديال القصر الكبير، الشرطة القضائية، والسيد ولي الأمن ديال تطوان، اللي كانوا يعني حريصين كل الحرص على تنفيذ التعليمات ديال السيد وكيل الملك والحمايه الانسانيه لهذه السيده هذه من البطش ومن الجبروت ومن الظلم اللي كتعرض ليه لا هي ولا الام ديالها، اللي استغل الظروف ديال اليتم والهشاشه ديالها من طرف هذا السيد هذا، واللي عجلوا بالاستماع اليها وكذلك الشهود. فكنتمنى ان شاء الله ترجع المسطره في اقرب الاجال. والسيد الوكيل العام اللي مشكور ديال مدينه طنجه لما نعرفه فيه من يعني الانصاف وعدل، انه يعجل باصدار الامر الدولي بالقاء القبض على هذا، لانه هذا السيد يعني عاث في الارض فسادا ومشيغي في الارض فسادا، حتى في البقاع اللي هي عندها يعني حرمه ديالها دينيه وغيرها هي عاد فيها فساد. لذلك لا يعقل ان هذا الوضع يبقى مستمر بهذا الشكل. وبالتالي حنا جينا انا والاخ سي محمد يعني من بعد لقاءات عديده عن بعد مع الدفاع ديالنا، وبعد ما كملنا كل الوثائق درنا جلسه عمل البارح يعني فضينا فيها في الاستراتيجيه ديال الدفاع. اليوم دخلنا او باسي الاكسيون كما كيقولوا في المرحله الاولى، وستليها مراحل اخرى. تحيه لكل من ثاق في الاستاذ زراش، تحيه للاخ تحفه الشو والقناه ديالو والاداره ديالو اللي يعني واثقين في المكتب ديالنا، واثقين في الاختيارات ديالنا ديال المكتب ديال باريس ولا المكتب ديال ايطاليا. وكاين امور اخرى ان شاء الله غادي تجي وغادي تعرف في وقتها، كل حاجه كتجي بوقتها. وكما قال تحفه قبل قليل، حنا ماشي ناس ديال البلطجه، حنا ناس مؤدبين ومتحضرين وولاد الناس ومربيين، ما نسلكوش الاسلوب الغير الحضاري، حنا كنسلكوا الاسلوب الحضاري وغادي نواجهوه بالقانون وعن طريق القانون وبالاليات القضائيه. شكرا لك استاذ. وشكرا لك ورمضان مبارك للجميع. تحياتي ليك، شكرا. Alors, je viens à l'instant de déposer plainte avec le constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction dans l'intérêt de mon confrère Zarash et dans l'intérêt de monsieur Tourfa, qui s'estime victime de l'infraction d'injure publique et de diffamation publique commise par monsieur Youssef Zerouali. Le doyen des juges d'instruction est compétent dans le cadre de cette procédure. Il va instruire cette plainte pendant plusieurs mois. Il va notamment convoquer la personne mise en cause pour probablement la mettre en examen. Et après une instruction de plusieurs mois, M. Zerouali sera probablement renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé des chefs de diffamation publique et injure publique. Et nous débattrons à cette occasion de sa culpabilité. تفضل يا استاذ. انا دابا غادي نعطيك التصريح كمحامي ديال مجموعه من الضحايا مرتديه لبدلتي ديال مهنه المحاماه، وبطبيعه الحال واللي اختاريت المكتب ديال الزميل فريح يونس زميلي العزيز والمحترم هنا بباريس. اولا انا عنده زبون في المكتب وفي نفس الوقت، وطبقا للقانون المنظم لمهنه المحاماه بالمغرب والنظام الداخلي لنقابه المحامين بالرباط، وكذلك لقانون المحاماه بفرنسا، هو محل المخابره ديالي في العديد من الشكايات التي درسناها البارح، وكانت الاولى ديالها كتتعلق بالسي محمد تحفه اللي حضر من الولايات المتحده الامريكيه لهذا الغرض هذا بالاساس، وكذلك كممثل القناه ديالو ديال تحفه. غير في اطار ابلاغ الراي العام كان من المنتظر ان هذه الشكايه نديروها لما كنا كنتواجدوا في جنيف ومرينا على ايطاليا لما زرنا المكتب المحاماه باش نقدموا شكايه ضد دري سرحان، ولكن بقينا في تواصل هذه مده مع الاستاذ يونس
في انتظار اننا نستكملوا كل الوثائق والحجج والادله واستخراج امور اللي هو يعني تهجم فيها او شهر فيها او دار فيها جرائم اللي كيعلم هو بعدم وقوعها، ونسبها الى كل من تعفى، ونسبها للاستاذ زراج، ونسبها لمجموعه من الناس اللي هما حتى هما كذلك غيسلكوا نفس المسلك ونفس المحكمه، لانه ماشي هو مقيم هنايا، هو هربان من العداله المغربيه وجاي مخبي هنا في فرنسا. يعني عن طريق المكتب ديال الاستاذ يونس المحترم، عن طريق السيد قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة، وعن طريق العدالة الفرنسية أشعرناهم بأنه هو موضوع مذكرة بحث من طرف الأمن المغربي، وهو كتاب رسمي توصلت به من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نمكناس، كما مدينا الأستاذ وسنمد كذلك المؤسسات ديال التحقيق والمكلفة بالبحث بكل الشكايات بما فيها الشكاية المتعلقة بالاتجار في البشر اللي هي تقدمت أمام السيد وكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بطنجة، واللي كنتظروا منه ومن وكيل الملك كذلك ديال مكناس إصدار أمر دوري بإلقاء القبض في مواجهة هذا الشخص، لأنه ما حبش عنده التهجم لا على تحفة ولا على سعاد أورغانزا ولا الزوج ديالها ولا السيدة جميلة هي وذوي الحقوق ديال المرحوم الله يرحمه يعني وآخرون، بل اختار فرنسا يعني كمحل اللي غيوجه فيه الاتهامات ويوجه فيه واحد العدد ديال الانتقادات وينشر اشاعات ويقول اننا حنا جينا لهنا لفرنسا. الى دي مونسونج شير كونفرير لوتر فوا مي قلت لنا ننتظروا لغايه نهيئوا، والناس بعض الناس شي تيقوا في اعتقادهم انه الكلام ديالو صح. يعني Il a tenu des propos inadmissibles et qui sont punis par la loi, et il doit être à ce titre jugé par les juridictions compétentes, par le tribunal correctionnel. Et bien qu'il ait fui les juridictions marocaines, bien qu'il ait fui la justice marocaine, la justice française reste compétente puisque les vidéos qu'il a tournées ont été tournées en France, et en vertu du principe de compétence de territorialité, il pourrait être jugé par les juridictions françaises. Merci cher confrère. Bon, غير بالنسبة لنا حنايا ماشي حنا لا نتسرع، حنا عندنا اولا حنا ناس القانون كما قال الزميل يونس، عملنا على تجميع المعطيات واختارينا الاختيارات باسكو القانون المسطره الجنائيه الفرنسي والقانون الفرنسي كيعطينا الحق يعني عده اختيارات في مواجهه هذا الشخص. فلجأنا الى السيد قاضي التحقيق بطبيعه الحال غير كما قال السيونس غيعمل على الاستدعاء ديالو وغيوضعوا تحت التدابير القضائيه اللي غادي يشوفها حسب القانون المسطره الجنائيه يعني، وبطبيعه الحال غادي يتقدم للمحاكمه ديالو. نسعى كذلك الى اننا نصدروا الامر ديال المنظار داري انترناسيونال باش نبلغوا به السلطات الفرنسيه ويتم يعني تسليمه للسلطات المغربيه اللي كتبحث عليه في عده قضايا. يعني وانا كنقول بالمناسبه الشجاعه ماشي هي يتهجم الناس على ولاد الناس وبنات الناس، الشجاعه كما تهجم الانسان على الناس يجي يواجه المصير ديالو امام العداله. وبالمناسبه حنا هذه المجيه الاولى الباريس وستليها ان شاء الله انا والاخ تحفه اولا كمشتكين في هذا الملف وكذلك كدفاع ديال عده ناس عن طريق المكتب ديال اللي اختارته وبطريقه قانونيه. وهنا مره اخرى بغيت نقول للناس اللي هما المتتبعين ديال قناه تحفه الشو اطمئنوا على السي محمد، لان كل ما يشاع ضده هو من اجل المس به شخصيا والمس بالاعمال النبيله التي يقوم بها في دفاعه عن الوطن وعن المؤسسات. وانا دابا اكتشفت ما كايناش غير زنزان، كاين بزاف ديال المزنزنين، كاين زنزان في قبرص، كاين زنزان في ايطاليا، كاين زنزان في سوق الاربعاء، كاين زنزان في المغرب، يعني واحد العدد المزنزنين اللي كيتهجموا على هذا السيد بدون وجه حق. ولكن كنقول القانون فوق كل شيء وحنا غنتبعوا القانون. وراه الشجاعه كما قلت راه ماشي هي انك تتكلم من مورا الكاميرا
وتسب وتخطئ في الناس وتقذف في الناس. الشجاعه كتقتضي المواجهه امام العداله، امام القضاء، وحنا الان امام القضاء الفرنسي وامام القضاء المغربي، ولما لا تحفه كذلك امام القضاء الامريكي. ان شاء الله الرحمن ولا الرحيم. كدرنا صحيح، وحنا هنايا باش نعطيو درس كلمة للناس رجع هادو، عليك. باننا حنا هنا نسلك يعني الطرق ديال البلطجه، نحن نسلك المساطر القانونيه، وان شاء الله واكبر دليل على ذلك هو اننا نتواجدوا بالتريبينال ديال نونتير، وان شاء الله غادي ناخذوا حقنا بالقانون وماشي بالبلطجه كما كيديروا هما. هادشي كما اللي قال السي محمد، حنا غنسلكوا الاسلوب الحضاري، ستيل سيفيليزي، on soit suivre notre procédure qui sont garants par la loi. On a confiance à la justice soit au Maroc soit en France. Mais الاختيار ديال فرنسا واختيار ديال هذا المكان باش يفهموا الناس ماشي حيت هو مقيم، باسكو سي فادي دو لا جيستيس ماروكان، باسكو لي ريشيرشي. وبالمناسبة كذلك أنه من أوحى له بأن يغادر التراب الوطني وهو صرح بذلك سيكون كذلك موضوع الشكاية أمام القضاء المغربي. شكرا سي محمد. وهذه مناسبة إذا سمحتي يا أستاذ زهراش، كنقولوا حنا ديما تنهجوا المساطر القانونية، ما كنهددوش الناس أننا نقول لهم دخلوا المغرب ولا دخلوا لفرنسا. ما فهمتش أنا من يعطيهم الحق يعني باش يهضروا بهذه اللغة هذه. نحن نتنقل بكل حرية لنا الأستاذ زهراش في بقاع العالم، ما عمر شي واحد ما حبسنا وتا شي واحد ما تكون عنده القدرة بأنه يحبسنا من ندخلوا من شي بلاد. حنا كنلجؤوا للقانون، وإن شاء الله القانون غادي ياخذ مجراه. وأنا فرحان السرعة هذه اللي تحركت بها هاد الامور. ما تقولش للناس الفتوى، راه كاين اللي كيجهل لا بالقانون. كاين اللي كيجهل. الفرنسي أنا كيبقى فرحان يطول. انا فرحان يطول على بزاف، فرحان بزاف، الاختصاصات. فرحان بزاف، وشكرا جزيلا. تبارك الله عليك، نعم. تبارك الله عليك. قمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي تريدارارارا يا روحي كملت أوصافي يا روحي